خلي حياتك دايما كده مليانه بوجود الله فيها. ما تخليش حياتك والعياذ بالله ما فيهاش ربنا. بمعنى ايه ما فيهاش ربنا؟ انك في يومك كده مش بتروح مع ربنا سبحانه وتعالى تقعد معاه كده 10 دقايق بس. جربها كده بس 10 دقايق تقعد معاه كده تشكره، تسبح ليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حاجات بسيطه جدا. تستغفر ليه، استغفر الله واتوب اليه بالحوقله الجميله. اللهم انقذني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاجات بسيطه جدا. دايما حاول تخلي ذكر الله على لسانك سبحانه وتعالى. ودايما كل واحد فينا كده يبقى عنده يقين في دماغه، لو قلبك ولسانك وعقلك التلاتة معمورين بذكر الله سبحانه وتعالى، لو انت لوحدك في الدنيا وربي حد يقدر عليك، ما تحتاج لحد في الدنيا، وربك سبحانه وتعالى بيغنيك عن اي شيء واي حاجة في حياتك. فربك سبحانه وتعالى ما تخليش بينك وبينه وسيط كده، ومش لازم حد يدفعك. طبعا ولولا دفع الناس بعضهم بعض لفسدت الارض، مفيش مشكله، فذكر في ذكر تنفع المؤمنين. لكن خلي الحاجات دي بالنسبه لك تبقى مجرد كبسوله كده على فترات، لكن انت من جواك دايما انا حياتي من غير وجود الله فيها والعياذ بالله مش حياه، وربي ما حياه. فربنا يا رب يعين اي شخص يطلع ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله من حياته. قرب لربنا عشان اللي نفسك فيه يقرب لك. صلى على الحبيب.